أمام تنزانيا تأهل المنتخب المغربي بعد تعادل وهزيمة ليعاد اصطياده ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، لكن المهمة لم تكن سهلة أبدا على أسود الأطلس. اكتفى المغرب بالحد الأدنى واضطر للانتظار أكثر من ساعة كاملة قبل أن ينجح في كسر القفل الدفاعي التنزاني بفضل رجل اللحظات الحاسمة منذ بداية البطولة، اللاعب الذي يسجل في كل مباراة، المدريدي إبراهيم دياز. انطلاقة من أشرف حكيمي من الجهة اليمنى، دياز يراوغ خصمه المباشر ويسدد بقوة عند القائم الأول. خطأ من الحارس التنزاني الذي كان متألقا حتى تلك اللحظة. فوز المغربي بهدف دون رد وتأهل رسمي إلى ربع نهائي كأس أفريقيا. أيها السادة، تأهل بأضيق فارق ممكن للمغرب، هذا إنذار لأسود الأطلس؟ حسنا، لقد تلقوا إنذارا بالفعل في أول مباراة من دور المجموعات، إذ أجبروا على التعادل أمام مالي. صحيح أن مالي أدركت التعادل عن طريق ركلة جزاء. يمكن القول أن مالي أقوى ربما من تنزانيا على الورق. نعم بالطبع، لكن منتخب تنزانيا كان ممتازا جدا، كان معدا بشكل جيد تكتيكيا منسقا بدقة على يد المدرب الأرجنتيني ميغيل أنريل جاموندي. لذلك أعتقد أن المغاربة تفاجؤوا قليلا من هذه الجودة التكتيكية للتنزانيين الذين تركوا على مقاعد البدلاء قائدهم المعتاد ساماتا الذي يعد شبه غائب مع نادي لوهافر، وكان أيضا أحد أبرز مهاجمي فريقه. بدونه قدموا أداء رائعا، وما يمكن ملاحظته أن المنتخب المغربي يلعب كرة قدم ممتازة، لكنه أحيانا يجد صعوبة في تحويل الفرص إلى أهداف، وهذا طبيعي لكل الفرق التي تتبنى المبادرة في اللعب. في هذه المباراة واجهوا بعض الصعوبة، لكنهم نجحوا في النهاية في التسجيل. صحيح أن هدف إبراهيم دياز كان نوعا ما محظوظا بسبب خطأ كبير من الحارس التنزاني، لكن في النهاية من المنطقي أن المغرب يفوز بالمباراة، حتى مع وجود بعض الجدل في نهاية المباراة بسبب ضياع ركلة جزاء لتنزانيا. كانت هناك في المقابل بعض الحالات المثيرة للجدل لصالح المغرب، لذلك تأهل المغرب منطقي، لكن من المؤكد أن الدور القادم سيكون أكثر صعوبة. استحوذ المغاربة على الكرة بنسبة 71%، لكنهم أهدروا الكثير من الفرص أمام المرمى. نفكر على وجه الخصوص في الكعبي الذي سجل ربما هدفين من أعلى أهداف البطولة في دور المجموعات، لكنه أضاع اليوم العديد من الفرص خصوصا بالرأس أمام المرمى. نعم بالفعل، لكن الأمر بدأ فعليا أمام المرمى في الشوط الثاني. في الشوط الأول شعر المغاربة ببعض الخوف لأن التنزانيين كان بإمكانهم افتتاح التسجيل مبكرا، وهم في الواقع لم يديروا المباراة بشكل مثالي. أعتقد أن هناك قدرا كبيرا من التوتر والارتباك في البداية. وفي الشوط الثاني كما ظهر قليلا من قائدهم حكيمي الذي كان متحفظا جدا في الشوط الأول، لكنه بدأ في الصعود بقوة مع تقدم المباراة. الفريق ارتفع مستواه بالفعل، حيث كانت نسبة الاستحواذ 71% مع حوالي 18 إلى 25 عرضية. هذا أظهر تنوعا في اللعب، لكن لم يكن هناك تواجد كاف أمام المرمى، وحتى عندما ظهرت الفرص كان الحارس التنزاني يتدخل بشكل حاسم ويوقف الكرات اللازمة. تحدث قليلا عن الأداء الفردي. لقد بدأت مع هيرفي خافييه الذي علق على عودة حكيمي، وربما من الطبيعي أيضا ذكر إبراهيم دياز هداف البطولة الذي نجح اليوم مرة أخرى في فتح القفل الدفاعي لفريقه. نعم، إنه لاعب لا يصدق، يمتلك الكثير من الإمكانيات. يجب أن نتذكر أنه ولد في إسبانيا وتكون هناك، ولعب أيضا في فرق الشباب الإسبانية قبل أن يختار تمثيل المغرب. إنه شاب موهوب جدا، نراه أحيانا مع ريال مدريد لأنه دائما ما يكون في التشكيلة، وإن كان نادرا ما يبدأ كأساسي، لكنه لاعب يضيف الكثير لهذا المنتخب المغربي، ويصبح دوره أكثر أهمية لأن أونا الذي كان أساسيا حتى الآن تعرض لإصابة في التدريب أمس، لذا وجوده مثالي لبقية البطولة. أما الكانوس الذي لعب في مركزه في خط الوسط فهو لاعب جيد أيضا، لكنه لم يكن متزامنا تماما مع مستوى حكيمي على الجهة اليمنى الذي عاد بعد غياب شهرين تقريبا عن اللعب. كان من المفاجئ أن يبدأ اليوم كأساسي بعد مشاركته لفترة قصيرة فقط في المباراة الثالثة من دور المجموعات. لدينا فريق مغربي غني جدا بالمواهب، لكنه يحتاج للعب بسرعة أكبر وربما أكثر مما أظهره حتى الآن لتجاوز المنافسين. ما زال هناك نقص طفيف في السرعة الحاسمة في اللحظات الحاسمة. قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، كلمة صغيرة من هيرفي عن غياب أوناحي.
إنه عامل حاسم لمستقبل اللاعب بالنسبة للمغاربة. نعم، بالنسبة لي هذا ضربة كبيرة جدا، لأنه بالفعل صانع لعبهم الرئيسي، هو من ينسق ويسهل اللعب بين خط الوسط وخط الهجوم. وجوده دائم على أرض الملعب. أعتقد أنه ساهم بالفعل في هدفين في الدور الأول، لذلك هو حقا خسارة كبيرة للفريق، خصوصا مع غياب الحضور في محور الملعب. حتى الآن الفريق يعتمد كثيرا على اللعب من الأجناب. نلاحظ بوضوح أنه لا يوجد مهاجم أساسي ثابت، فكل مباراة نشهد تغييرات في مركز المهاجم. المغرب أم الكاميرون؟ من هو المفضل لديكم؟ دعونا نكون صريحين في هذا البرنامج أيها السادة. نعم، لكن كما قلت المباراة الأصعب كانت ضد جنوب إفريقيا، لذلك نعم أختار الكاميرون. أرى الكاميرون تفوز كما في عام 1988. لا، أعتقد أن المغرب على أرضه سيجد الحلول من أجل التأهل إلى نصف النهائي أمام الكاميرون